ليه الونش قال لسيف جعفر انت مالكش اي دور معانا؟ وليه المفروض ديانج يدي مكافأة الماتش لسيف فاروق جعفر؟ وليه الاهلي رغم الفوز كان سيء؟ وازاي عمرو ناصر من اهم صفقات الزمالك؟ والسؤال الاهم، لماذا يلعب شيكو بنزا كرة القدم؟ التشكيلة والطريقة وأسلوب اللعب اللي اختاره مع عبد الرؤوف أجبروا إن اللعب يكون في نص ملعب نادي الزمالك، ويا إما بيشتت الكورة أو بيحاول يطلع بالكورة. وحتى لعيبة الزمالك لما كانوا بينجحوا إن هم يقطعوا الكورة، فمجرد ما توصل لشيكو بنزا مش هقول لك الأهلي بيسترجعها بسرعة، لا ده هو بنفسه بيديها لهم تاني. أما اللقطة اللي قدامك دي فهتكون اختصار للخطأ الكبير اللي وقع فيه نادي الزمالك. لما نفتح الكادر كده هتلاقي فيه 4 أهلي و4 زمالك، والمفروض إن اللاعب رقم 8 في الزمالك ينزل ويحاول يستلم طالما هنبدأ من تحت، بس لما تبص كده هتلاقي إن اللي نزل هو ديانج ومفيش حد من لعيبة الزمالك معاه، وكل المساحة اللي في قلب ملعب نادي الزمالك فاضية تماما. وبعد كده اكتشفت أصلا إن هو المفروض يبقى سيف جعفر، بس للأسف هو ما كانش موجود في المباراة، وأنا استغربت أصلا إن هو بيلعب، ودي كانت واحدة من أكبر أخطاء أحمد عبد الرؤوف. تعال نشوف إزاي. سيف مش بيضغط مع زمايله، يعني زي ما انت شايف كده واقف بينط نطه غريبه، لا هو ضغط على الراجل اللي بيلعب الكوره ولا راح مسك الراجل اللي فاضي، لا ويا ريته بيسمع كلام زمايله. يعني في اللقطه دي مثلا فتوح بيحاول يوجهه ان هو يمسك ديانج علشان هو يروح يمسك اشرف بن شرقي، وبالفعل فتوح بيروح يمسك اشرف بن شرقي، لكن بعد كده بنكتشف ان سيف ما سمعش الكلام وسرح في الملعب وساب ديانج لوحده. يعني ديانج وبن شرقي الاثنين على فتوح، وفتوح بالفعل هيحاول يقطعها لكن مش هيعرف لوحده. الغريب بقى ان عبد الله في اللعبه دي هيوجه كلامه لسيف، سيف هنا مش هيسمع الكلام وهيفضل يتكلم مع عبد الله وسايب اللعب شغال لحد بعد كده ما بيكتشف ان في هجمه هتحصل على نادي الزمالك، فبيبدا يرجع. وحتى شحاتة بدأ يتكلم معاه بيقول له احنا مضغوطين وانت متقدم لقدام مع انك المفروض تبقى في قلب الملعب، بس الظاهر سيف كان ليه وجهة نظر تانية خالص مختلفة عن الناس دي كلها. طب يا كابتن لو انت مش هتدافع ورينا بقى لما تهاجم هتعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده، وده كان غلط من احمد عبد الرؤوف ان هو بدأ بيه، والغلط الاكبر ان هو فضل مستمر عليه طول الشوط الاول، لان ده فضى نص الملعب للنادي الاهلي تماما وخلى ديانج يتفوق. علشان كده بقول ان ديانج المفروض يدي مكافأة الماتش ده لسيف فاروق جعفر. اسلوب لعب عبد الرؤوف محتاج مهاجم سريع وقوي يقدر يضغط على دفاع الاهلي ويرازي فيهم بالبلدي كده، وفي نفس الوقت يكون محطة يقدر يقف على كورته ويسحب الفريق، ودي مش مواصفات عمرو ناصر خالص اللي انا بعتبره اهم صفقة في نادي الزمالك تم تصويرها وتقديمها للجمهور. عبد الرؤوف بيحاول يعمل تبديلات وتعديلات في الملعب، شيكو بنزا هيجي ناحيه الجناح الشمال، وناصر ماهر هياخد مركز 10، وعبد الله مركز 8، والكابتن سيف فاروق جعفر هيروح جناح يمين. انت متخيل؟ بس خلاص الوقت كان فات، وعرضيه من زيزو يلعبها لبن شرقي عشان يحرز بقى الهدف الاول للنادي الاهلي. الونش زعلان وغضبان، وده اللي خلاه يوجه كلامه لسيف فاروق جعفر ويقول له انت ما كانش ليك اي دور معانا في الشوط الاول. في الشوط الثاني عبد الرؤوف بينزل المهاجم الهجام المحطة اللي بيعرف يلتحم، ونزل خوان بيزيرا اللي بمهارته قدر يتعب دفاع الاهلي وخلاهم دايما متلخبطين لدرجة انهم بدأوا ينفعلوا على بعض. يعني نقدر نقول ان الزمالك راح الماتش مع بداية الشوط الثاني بس متأخر بهدف وايه قدام الاهلي، يعني المهمة بقت صعبة جدا، خصوصا انك هتفتح خطوطك، وطبعا اضافة الى الجهد البدني والذهني المضاعف، وده كمان يخلي الاهلي يلعب على المرتدات بأريحية جدا علشان يستفيد بواحدة من طاهر لمروان اللي غير مراقب ويحرز الاهلي الهدف الثاني. وبكده نقدر نقول ان المباراة انتهت اكلينيكيا والضغط العصبي زاد على الزمالك، على العكس الأريحية والهدوء سيطروا على لعيبة الاهلي حتى بعد ما احرز ياسين مرعي هدف في نفسه والحكم بيرجع للفار ويلغيه. من وجهة نظري سوء إدارة عبد الرؤوف للمباراة مع اعتماده على لعيبة مستهترة في مراكز غير مراكزهم خلى الزمالك يلعب ناقص أمام الأهلي حتى ولو عدديا في الملعب مكتملين.
وده يخليني اقول ان الاهلي ما كانش على مستوى كويس جدا لدرجه ان هو ما يكسبش فرق كبير قدام فرقه بتلعب تقريبا ب7 أو 8 لعيبه في الملعب، وده طبعا ما يقللش من فوز الاهلي على الزمالك.